انتوا عارفين لو جبنا نص لتر من الحليب وعليهم 4 معالق كبار من الدقيق ونقلب الكلام ده كله مع بعضه حلو جدا. لازم ندوبهم كده على البارد، وبعدين نروح نجيب باكو او باكوين من البسكوت ونحط عليهم سمنه ونضربهم في الكبه نطحنهم حلو جدا، ونروح على نار نجيب كوبايه من السكر نحطها على نار نكرملها حلو جدا لحد ما تسيح خالص زي ما احنا شايفين، وبعدين نجيب كوبايه من الميه وننزل بيها على السكر بعد ما يتكرمل، وناخد بالنا لان بيحصل فوران جامد في الوقت ده. هنسيب الميه على السكر لحد السكر ما يفك خالص لان هيحصل تكتل في الوقت ده، واول ما يفك هنبدأ نجيب البسكوت اللي طحناه بالسمنة وننزل بيه على السكر المتكرمل زي ما احنا شايفين، نديهم غلوة كده مع بعض يغلوا غلوة، واول ما يغلوا زي ما احنا شايفين كده هنبدأ نجيب بقى الحليب اللي دوبنا فيه الدقيق ونديله تقليبة تاني علشان نتأكد ان الدقيق كله دايب جواه، وننزل بيه على الكراميل ده ونبدأ نقلب باستمرار لان هيحصل تكتل بسبب الدقيق. نحط معلقة صغيرة مليانة من القرفة، رشة من الفانيليا، رشة بسيطة جدا من جوز الطيب لو حابين، بس بتديها طعم مميز نفس طعم زبدة اللوتس الجاهزة طبق الأصل. رشة لا تذكر يعني، حاجة بسيطة جدا. لو مش حابين اوكي مفيش اي مشكلة، بس القرفة لا غنى عنها لانها اساسية في طعم زبدة اللوتس. هنفضل نقلب لحد الخليط ما يتقل زي ما احنا شايفين كده. كده خلاص الخليط تقل. هنجيب بقى اي كيس او اي ورقة استرتش وهنبدأ نغطي الكراميل بتاعنا ونسيبه يبرد تماما، واول ما يبرد نبدأ نجيب بقى مضرب الكهرباء او بمضرب يدوي كده ونضرب حلو جدا. هتلاقوا الخليط بقى كريمي ولونه تحفة زي ما انتوا شايفين كده، ومش قادرة اقول لكم بقى على قوامه عامل ازاي. طبعا واضح قدامكم جدا قوام زبدة اللوتس رهيب قد ايه. شايفين الجمال؟ خطير 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 بجد. سهلة جدا واقتصادية جدا ووفري مبلغ محترم فيها. وبس كده خلاص، وباي باي.